السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معادنا النهاردة مع الرعب، بس الرعب النهاردة مش رعب عادي، ده رعب تجارب حقيقية حدثت بالفعل. بس خلينا متفقين ان العهدة على الراوي، يعني أنا هنقل لكم القصة على لسان صاحبتها زي ما هي بالظبط، وانتوا ليكوا الحرية تصدقوها أو ما تصدقوش. ودلوقتي بقى يلا نبدأ في الفيديو بتاعنا. أنا جاي أحكي لكم تجربتي بعد ما فاض بيا وما بقيتش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه. أنا عارفة إني غلطانة واستاهل اللي بيجرالي، بس حقيقي ما بقيتش عارفة أعمل إيه. عشان كده قررت أحكي واللي يحصل يحصل. هحكي لكم من الأول خالص. أنا ندى، بنت عادية جدا في تانية جامعة، وحياتي طبيعية جدا ما فيهاش أي حاجة غريبة أو مختلفة، وكانت ماشية كويس جدا لحد ما عملت اللي عملته ده. أنا من صغري وأنا بحب أقرأ في الماورائيات والحاجات الرعب دي، بس اللي هو عادي يعني، القصص الرعب العادية دي مش طلاسم ولا تعويذ. وفي يوم كنت قاعدة في أوضتي بقلب في الفيس عادي، لقيت بوست واحدة بتحكي تجربتها وبتتكلم عن كتاب اسمه شمس المعارف. بس البنت دي كانت عكس كل اللي سمعت حكايتهم أو تجربتهم، لأنها كانت بتتكلم من زاوية مختلفة، وإنه الجن عمل لها كل اللي هي نفسها فيه. كان وزنها زيادة وعاوزة تخس وخست، وكل اللي كان بيضايقها الجن جاب لها حقها منهم. كل ما حد يزعلها أو يضايقها بكلمة كان تاني يوم تلاقي جراله حاجة ولا مصيبة. بصراحة منكرش إني اتشددت جدا لقصتها، وطبعا دخلت في الكومنتس لقيت كل الناس بتنتقدها وبيقولوا لها إنه حرام وإنه ما ينفعش حاجة زي كده تحصل، وإنه هيجي يوم والجن اللي هي فرحانة بيه ده هيأذيها، وبينصحوها ترجع لربنا وتتوب، لأن أكيد هيجي يوم والجن ده هيأذيها جدا وممكن يحصل لها كوارث. بس البنت ما كانتش بترد على الكومنتات. بس في يوم كنت راجعة من الجامعة ولقيت حد بيبيع كتب في الشارع، كتب قديمة كده وشكلها متبهدل. بس من ضمن الكتب دي لفت نظري كتاب كبير كده، والغلاف بتاعه زي متشال أو مقطوع. بصراحة شكله ما كانش مغري أبدا ولا ملفت، بس أنا التفت له ومعرفش ليه حسيت زي ما أكون بتشد ليه، أو في حاجة بتسحبني ناحيته لا إراديا. رحت للراجل وسألته عن السعر، ومن الواضح إن الراجل أصلا ما يعرفش ده كتاب إيه. أخدت الكتاب وقلبت في صفحاته شوية، وكان باين عليه فعلا إنه كتاب بتاع سحر، ومكتوب فيه طلاسم وتعاويذ وطرق تحضير للجن. معرفش ليه ساعتها استخفيت بالموضوع جدا واستهزأت بيه، اللي هو ما حسيتش إنه الكلام ده حقيقي. بس هرجع وأقول تاني إني مسحوبة ناحية الكتاب بغير إرادتي. وفعلا اشتريت الكتاب وروحت، وبصراحة ركنته على المكتب عندي فترة، ما فتحتوش تاني من ساعة ما خدته من الراجل ولا كنت باجي ناحيته. وفضلت كده فترة لحد ما حصلت ظروف عندي في البيت، مشاكل وكده، وكنت هدخل في اكتئاب. كنت بقعد لوحدي كتير في الأوضة، بقيت بحب الضلمة ورافضة الأكل خالص ورافضة أتكلم مع أي حد نهائي. حتى صحباتي علاقتي بيهم بقت سطحية، لأنهم كانوا بيحاولوا كتير يطلعوني من اللي أنا فيه، بس أنا كنت بقابلهم بعصبية مفرطة وبزعق فيهم جامد. ليهم حق يبعدوا عني، هما مش مضطرين يستحملوني. ده حتى بابا وماما واخواتي زهقوا مني، مفيش بس غير أختي الصغيرة هي اللي لحد من قريب كانت بتحاول معايا وتجيب لي الأكل لحد عندي، وبرضه كنت برفض أكله. ومهما كانت بتحاول تتكلم معايا أو تحاول تساعدني وتخرجني من اللي أنا فيه، ما كنتش برضه أتجاوب معاها. بحس إني مخنوقة ومش طايقة أسمع كلمة من حد، عاوز أفضل قاعدة لوحدي وبس، أنا كده ببقى مرتاحة. المهم إن في يوم من الأيام الساعة 11 بالليل تقريبا، كنت قاعدة على السرير في أوضتي كالعادة، وعيني جت على المكتب فلمحت الكتاب. ساعتها بقى افتكرته وقلت أما أبص فيه. قمت من على السرير ورحت قعدت على المكتب وفتحت الكتاب. قعدت أقلب فيه بطريقة عشوائية لحد ما استوقفتني صفحة مكتوب عليها طريقة تحضير الجن العاشق. لفتني العنوان وهو مكتوب بخط كبير كده، وبالفعل قرأت الطريقة وشفت الحاجات المطلوبة، وجبتها تاني يوم وجهزت كل حاجة بدون ذكر تفاصيل. يومها خدت كل الحاجات المطلوبة
ودخلت الحمام في نص الليل زي ما الطريقة بتقول، ووقفت قدام المراية وبدأت أنفذ في الطريقة. وبعد ما خلصت ما حصلش أي حاجة، لدرجة إني فكرت إني غلطت في الطريقة ولا نسيت حاجة أو ما عملتهاش صح يعني. ودخلت نمت يوميها ولا كأن حاجة حصلت. بس من ساعتها حياتي اتغيرت. طبعا زمانكوا فاكرين إني دخلت في اكتئاب أكتر أو حياتي بقت أسوأ، لكن مش ده اللي حصل. أنا من تاني يوم صحيت عندي حماس وأمل، ورجعت زي ما كنت الأول وأحسن. رجعت لحياتي الطبيعية، ورجعت حياتي كويسة زي ما كانت ويمكن أحسن. لكن تفضل على كده بقى؟ أكيد لأ. في يوم من الأيام كنت سهرانة بالليل، قاعدة على السرير وماسكة الفون، وفجأة لقيت بلكونة الأوضة اتفتحت على الآخر ودخل هوا جامد. اتخضيت وقمت بسرعة قفلت الباب، ورجعت تاني قعدت مكاني. قلت شوية هوا عادي يعني، لكن الموضوع اتكرر أكتر من مرة وبقى غريب وما يتسكتش عليه. بس هعمل ايه؟ رجعت تاني قعدت على السرير برضو، وانا مستغربة جدا ومش عارفة اعمل ايه ولا ايه اللي بيحصل ده. وفجأة النور قطع، واول ما قطع البلكونة اتفتحت تاني وبنفس الطريقة. البابين يتفتحوا على خيرهم ويدخل هوا جامد. بس المرة دي شفت طيف او زي خيال واقف بره البلكونة، وكنت شايفة الظل بتاعه على الارض جوه الأوضة. انا اترعبت وقمت وقفت جنب السرير واتجمدت مكاني. الخيال اللي كنت شايفة الظل بتاعه في الارض ده كان باين انه طويل او ضخم كده، بس ما كدبش انا ما شفتش غير كده بس. وفجأة النور جه تاني. انا طلعت اجري من الأوضة ورحت لماما ونمت معاها اليوم ده. وتاني يوم اتكرر نفس اللي حصل، هو بالظبط. وبرضه مجرد ما النور جه طلعت اجري على امي ونمت معاها برضه. لكن اليوم اللي بعده بقى مرضتش انام في اوضتي اصلا، وقلت اجيبها من قصرها وانام مع ماما على طول. ونمت جنب امي فعلا اليوم ده. بس وانا نايمة بالليل حسيت زي ما يكون في هوا سخن في ظهري، زي ما يكون في حد نايم ورايا وقريب مني، وسامعة صوت انفاسه وحاسة بسخونتها ورايا. أنا أمي قصادي ومفيش حد غيرنا في الأوضة. صوت الأنفاس بدأ يعلى وسخونتها بتزيد جدا. أنا غمضت عيني واستعذت بالله من الشيطان، وأول ما قلت كده حسيت بحاجة شدت شعري جامد قوي. شدتني جامد لدرجة إني وقعت من على السرير. أنا صرخت بعلو صوتي ومسكت شعري، ولما جيت ببص في إيدي لقيت شعر كتير وقع زي ما يكون مقصوص. أنا بقيت أملس على شعري كده ألاقيه بيقع. انهارت من المنظر، وأمي صحيت على صوتي ولقيتني واقعة في الأرض وشعري نازل على كتافي وماسكاه في إيدي. اتخضت من المنظر وقومتني وحكت لبابا على اللي حصل. بابا قرر يجيب شيخ البيت عشان يرقيني، وتاني يوم كان الشيخ عندنا. أول ما دخل طلب كوباية مية وقرأ عليها أذكار وقرآن، وطلب مني أشربها. خدتها وشربتها. وفضل الشيخ يقرأ قرآن والرقية الشرعية، بس مع آيات معينة كده كان بيقرأها كنت بحس بسخونة في أطراف جسمي كلها، وبحس إني مش طايقة نفسي وعايزة أقفل وداني عشان ما اسمعوش. فضلنا كده شوية لحد ما حسيت إني فقدت السيطرة على نفسي، وقمت نطيت من مكاني فجأة بغير إرادتي ومسكت في رقبة الشيخ وأنا عمال أصرخ فيه وأقول له اخرس كفاية. بابا وإخواتي مسكوني وهدوني ورجعوني على الكرسي تاني، والشيخ كمل قراءة وأنا اتعفرت أكتر وبقيت أصرخ جامد. وفجأة ما حسيتش بنفسي وفقدت الوعي. صحيت بعدها لقيت نفسي نايمة في أوضتي على السرير، واللي حصل إن محدش رضي يحكي لي أنا عملت إيه، لأني غبت عن الوعي لكني ما كنتش فقدت وعي ولا حاجة. الشيخ قال لهم يواظبوا على تشغيل القرآن في البيت كله، ويجيبوا مية بملح يرشوها في أركان البيت،
وقال لي أنتظم على الصلاة وقراءة القرآن وكل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. عملت كده فعلا، وللحق فضلت فترة ماشية كويس وما بيحصلش أي حاجة غريبة، لحد ما بدأت أرجع لطبيعتي وتقصيري في حق نفسي وحق ربنا. وللأسف الكيان أو الشيء اللي عليا ده شكله رجع تاني. بقيت بحس بيه حواليا على طول ومعايا في كل حتة، حاسة دايما إن في حد بيراقبني ومعايا. ما بقيتش عارفة أمارس حياتي الطبيعية، ورجعت لاكتئابي، رجعت أسوأ من الأول بكتير. خسيت جدا وشكلي بقى صعب، ما بقيتش بتعامل مع حد خالص. واللي فهمته بعد كده إن الغلطة الأكبر من اللي أنا عملته ده كانت هي غلطتي لما جبت الشيخ، وإن الجن اللي عليا غضب جدا من تصرفي وقرر يعيشني في جحيم بعد ما كان معيشني في جنة. صح، نسيت أقول لكم، البنت اللي كنت شفت البوست بتاعها من فترة وكانت السبب في إني جبت الكتاب من الأول، قلتلكوا إنها ما كانتش بترد على كومنتات الناس. أنا جبت صفحتها تاني ولقيت إنها من بعد البوست ده وهي ما بتفتحش ولا بتتفاعل ولا بتنزل بوستات، وتقريبا كده اختفت من السوشيال ميديا، وفي بيقولوا إنها رحلت من الدنيا كلها. ادعولي ربنا يقدرني واخرج من اللي أنا فيه، وياريت تكتبولي في الكومنتات في إيه أقدر أعمله عشان أقدر أخرج من الحالة اللي أنا فيها دي والجن ده يبعد عني، مع العلم إن ما عنديش استعداد أجيب شيخ تاني عشان خايفة الجن يأذيني أكتر. وبكده تكون قصة البنت خلصت. عاوزاكوا تردوا عليها في الكومنتات وتنصحوها تعمل إيه. وعاوزة أقول لكم كمان إني نزلت بوست على الفيسبوك بعنوان تجارب حقيقية، هسيب لكم لينك البوست نفسه في كومنت مثبت على الفيديو تحت. عاوزاكوا تروحوا على هناك وتكتبولي لو حصل معاكوا أي مواقف مرعبة، حتى لو مواقف بسيطة، ومش شرط إن الموقف يكون حصل معاك انت بنفسك، ممكن يكون حصل لحد قريبك أو صاحبك أو أسطورة مثلا عندكوا في البلد، حاجات زي كده. وعاوزاكوا كمان تكتبولي في الكومنتات مدة الفيديو كده كويسة ولا أطول المدة شوية. وبس كده، دلوقتي نكون وصلنا لختام الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون عجبكوا وتكونوا استمتعتوا، وياريت لو الفيديو عجبكوا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني أو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وياريت كمان تسيبولي رأيكم اللطيف في كومنت. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.